اول دقيقه في ماتش الاهلي واسوان، وربنا يستر عشان الماتش ده بيتلعب بالنهار والساعه 3 الا ربع العصر يا مؤمن، وانت عارف الاهلي وضعه ايه في النهار، فربنا يستر. يا جماعه مشكله الاهلي في حته الرفعات بس ديت من الركنيات او العرضيات والحاجات دي، احنا ما عندناش حد لا عارف يرفع ولا حد يعرف يخلص من الرفعات، هي دي مشكله اقسم بالله ازليه. الشحات جات له فرصه انفراد، يعمل ايه بقى؟ لا ما يبصيش بقى لحد جنبه مثلا رايح معاه، لا ده يشوط في ايد الحارس يصدها تضيع منه، كده الامر. الجول الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 33 براسيه كهربا، اقسم بالله هو ده اللي انا قلت عليه يا جدعان، كهربا ده هو المهاجم اللي يخلص النادي الاهلي، مش تقول لي محمد شريف. برافو برافو والله العظيم، الاهلي احسن، الاهلي مستحوذ عامل خطوره، ان شاء الله ما كانش ناقص الا التسجيل، والتسجيل جه خلاص 1-0 الاهلي الدقيقه 33 براسيه كهربا، عرضيه ولا احلى ولا اجمل من حسين الشحاتي، يا عيني يا عيني والله العظيم، روعه 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 والله، برافو. كهربا هو المهاجم اللي ينفع للنادي الاهلي، هو المهاجم اللي خلاص بيعرف يتحرك كويس والله يا جماعه، عنده حس تهديفي، حاجه كده احنا كانت ناقصانا مش لاقيينها في المهاجم، وده اللي كنا بنتكلم عليه مع كولر. يلا ان شاء الله لسه التاني جاي والتالت كمان يا رجاله. احمد خالد مهاجم اسوان دخل مع الشناوي في كوره كده، فاتخبط في كوع الشناوي طلع ياخد الكوره، فحصلت له حاجه غريبه كده، ان شاء الله خير. هو دلوقتي على ارض الملعب بس هو باين عليه فقد الوعي، ان شاء الله خير. الهدف الثاني للنادي الاهلي والله العظيم، يعني دي حاجات احنا كنا مش لاقيين عليها والله العظيم يا جماعه. الهدف الثاني للنادي الاهلي احمد عبد القادر بتمريره يعني وكنترول على اجمل من كده في الدقيقه 40، حاجه كده احنا كنا مستنيين الحاجات دي، يعني 2-0 في الدقيقه 40، يعني ان شاء الله الماتش ده يخلص بالمات كده 3-4، يعني محدش يقاطع. معلش بقى اخواتنا بتوع اسوان، احنا كنا نتمنى لكم كل خير، بس بصراحه يعني احنا اهلاويه احنا عايزين الفوز. تمريره تاني، والتمريره دي برضو من مين؟ من حسين الشحات. حسين الشحات النهارده بيعمل عظمه يا جدعان. ضربه جزاء لنادي اسوان، ضربه جزاء انا مش عارف لحد دلوقتي، مش متاكد هي فعلا هتبقى ضربه جزاء ولا لا، بس الحكم بيقولوا ان هو خبطه بكوعه في منطقه الجزاء، وضربه جزاء في الدقيقه 42 يا جماعه. احنا ما طلعناش الشوط الاول 2-0، لا باين علينا كده هنطلع 2-1. صدع شيله، قلت لكم هدعها اقسم بالله، ضاعت ضربه الجزاء يا جدعان. لسه ما زال الماتش زي ما هو، 2-0 للنادي الاهلي. قلت لكم الشناوي اقسم بالله حارس مصر الاول، وهيفضل حارس مصر الاول. الناس اللي كانت بتنتقد الشناوي قلت لكم يا جماعه اقسم بالله غصب عنه، الشناوي حارس كبير وهيفضل حارس كبير. 2-0 لسه ما زال، الشوط الاول هيخلص 2-0 ان شاء الله. الجول الثالث النادي الاهلي قفشه في اول دقيقه، الوقت بدل ضايع الدقيقه 46. طب اقسم بالله انا ما كنت متوقع ان انت هتشوطها بالحلاوه دي يا قفشه، لا انا عجبتني مع اني ما كنتش مقتنع بيك ان انت اصلا في التشكيل، بس والله شوطه حلوه، بس برافو. 3-0 النادي الاهلي في الدقيقه 46 يا جماعه. الشوط الاول لسه ما خلصش على فكره، مدي الحكم 6 دقائق وقت بدل ضايع، جابها في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع محمد مجدي قفشه. انتهى الشوط الاول بين الاهلي واسوان بنتيجه 3-0 و3 اسيست من حسين الشحات. يعني النهارده الاهلي حلو جدا، الاهلي مستحوذ على كل الماتش بمعنى اصح. محمد الشناوي ثبت جدارته واعلن فعلا ان هو افضل حارس في مصر وافضل حارس في افريقيا غصبا عن اي حد. انتهت مباراه الاهلي واسوان بفوز الاهلي ب 3-0 في شوط اول، ولا احلى ولا اروع من كده بصراحه. شوط اول للاهلي بامتياز، 10 نجوم والله، 3 اهداف ب3 اسيستات من حسين الشحات العالمي. ان شاء الله التفوق في كل الماتشات الجايه وكل المباريات، وان شاء الله الماتش الجاي للاهلي هيكون مع سان داونز. نتمنى التوفيق ان شاء الله للاهلي. السلام عليكم.